بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صح فطوركم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كما عودتكم فيديو جديد، جبت لكم قراطان السلق. راح تراطوا البنات ياسر لو كان ما تجربوهاش، بنتها رهيبة. نروحوا الان لطريقة التحضير. هنا عندي صدر الدجاج، عندي بصلة، وعندي هذوك الاعراف تاع السلق كنت قطعتهم رقيق. نديرهم في مقلاة ومع شوي زيت ونقليهم. هنا البصلة وهذوك العظم تاع السلق. حاولوا كي تكونوا تقطعوا فيهم ترقوهم هاك باه يطيبونا ما يعودوش يابسين، وخاصة العرف تاع السلق. نقلوهم مليح، وهنا بعد ما طلقولنا شوي الماء نزيدو هنا نصف حبة تاع طماطم. نلوح هذيك الطماطم ونقليها كامل مع ذوك المكونات حتى الماء هذاك ينشف. ومن بعدها راح نضيفوا الزيتون، كنت قطعته دوائر. ثاني نحطو ونقليهم معاه هاك باه يطلق واحد النكهه في الدجاج والحشو تاعنا. نخلطوها مليح. بعد ما يتقلاو هذو المكونات راح ندير لهم السلق بهذه الطريقه، ونسكر عليه المقطع 5 دقائق تلقاو السلق كامل هذاك هبط. خلطوه مع المكونات، شوفوا هنا راه ممتزج لي كامل. نديرلو الملح، نديرلو عندي هنا حشاوش، عندي قرفة، فلفل كحل، وعندي توابل الدجاج. هنا توابل الدجاج راح يعطوا واحد النكهة مختلفة مغايرة تماما. حاولوا انهم يكونوا دائما متوفرين عندكم لانه راح تحتاجوهم ياسر في الحشوات. هنا البنات ما نعرف كي نعود نصور على ساعات تنقص لي الاضاءة، راه خاصني في التصوير هنايا رينج لايت، لانه ما ندير الضوء ما ندير الاضاءه تاع التليفون والو، تقعد الاضاءه ناقصه. يعني الكوزينه تاعي ماهيش ظلمه لي كما يبان لكم في التصوير. نخلطوا مليح كامل هذوك المكونات. وهنا عندي بطاطا قطعتها مربعات وقليتها، راح نضيفها مع هذاك الحشو، نخلطوهم كامل مليح. ومن بعدها هنا عندي واحد تقريبا كاس الا ربع تاع حليب. رحت شديت هذاك الحشو حطيته في الليمون. هنا كيما تحبوا ديروه فيه بلا كبير، تحبوا ديروه فيه هذوك تاع 26 هذوك الصغار اللي متوفر عندكم. انا هنا درت فيه هذا الكبير باه نقطعها مرصوات. حطيتها في البلاوات كيما راكم تشوفوا. ومن بعدها رحت جبت هنا عندي كاس الا ربع حليب، زدت معاه 2 حبات بيض، ودرت معاه 5 حبات فرماج. فرماج مثلثات. الا كان عندك تاع البيدون تقدري ديري تاع البيدون، ولكن نقصي المقدار تاع الحليب، ديري نص كاس. خلطيهم كامل مليح، ديري رشه تاع ملح، وديري فوق هذاك الكراته بهذه الطريقه. وديري الفرماج رابي من الفوق، قطيها بالالومنيوم ودخليها طيب في الكوشه. بهذه الطريقه. هنا عندي الفرماج رابي درته من الفوق وقطيتها بالالومنيوم، دخلتها طيب. مجرد ما حسيتها نشفت وطابت حمرتها من الفوق. راها ما تديلكمش الوقت، قدر ما ينشف هذاك البيض والحليب وخلاص. شوفوا هنا بعد ما طابت يعني قطعتها. انا راه مزالها كيما خرجت. صدقوني البنات تجي طريه وبنتها ولا اروع، يعني تبدلوا الطياب تاع السلق. نتمنى وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساونيش بالجيم والكومونتير البنات، جيم وكومونتير. ما تخلوليش الفيديو هك باه يطلع، راه المشاهدات عندي ضعيفة ياسر. ايوه، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.